يعني دكتور فياض، قبل ما تابع الحوار يعني بستأذنك لحتى تغادر الاستوديو، لأنه مثل ما قلت لك يعني قبل خلفت أصول الحوار. أصول الحوار الذي كان يقتضي مثل ما أوضحت لك قبل أنه عندما يدخل ضيف من خارج الاستوديو لحتى يعطي رأيه، وخصوصا أنه وزير دولة، بالتالي كان يجب بشكل او باخر احترام. عفوا كمان انا هون انا اللي عم بحكي يعني كمان بطلب منك انه كذا مره، لانه ما بتخلي حدا يحكي يعني في مشكل انه ما عم نقدر نوفق. على كل حال انا بعذر منك لانه صدرت الفاظ نابيه منك، يعني لا يجب ان توجه الى دوله عربيه. على كل حال انا اكتفي بهذا القدر. على كل حال بتشكرك وبتمنى عليك ان تغادر الاستوديو لحتى نقدر نكمل هذا الحوار. ما تعلي صوتك، ما عم بعلي صوتي، بس عم بقول لك بتشكرك وبتمنى، لانه ما بدي ادخل معك بجد ولا بدي ادخل وليد عبود قد ايه قابض ما بسمح لك انك تقول لي قد ايه. لا انا بقبض، لا انا بقبض ولا غيري بيقبض. بدك تظبط كلامك وقت بتحكي معي. بتمنى عليك يعني ان تغادر الاستوديو بهدوء وان تحترم نفسك وتحترم كلماتك. وهلا عرفت بالنتيجه انك ما بتحترم حدا، حتى لا تحترم المحاور يلي بيكون عم يحترمك ويلي بيكون بالنتيجه واقف. على كل حال بطلب من مدير المسرح، حضرة مدير المسرح، بتمنى عليك، لانه بالنتيجه لا يمكن ان نستكمل هذا الحوار بالطريقه يلي عم يرد. صحتين تفضل، خلينا نكمل الحوار اذا بدنا نقول يعني الذي يجب ان يستكمل على هذا الصعيد.